الونسي معاك واحد سبيسيال اخويا. شبكة بدا بدا. سيدنا السلام عليكم. في نشرة إخبارية لهذا الأسبوع، أخبارنا اليوم سخونة من الفران اللي عندكم نيشان. نبداو مع العناوين. كواليس امتحانات البكالوريا لهذه السنة. 800 مليون سنتيم كلفة الورود بوزارة التعليم العالي. المغرب يحتل الرتبة 54 من بين أكثر الدول أمنا وسلاما في العالم. نقابات الطاكسيات يرفعون تسعيرة مؤقتا. اعتقال زوجة كولونيل تستدرج الفتيات للدعارة. رياضيا جاريتس في السعودية. خارجيا الحكم على بن علي ب20 سنة حبسا. نبداو سيادنا مع أول خبر اللي هو امتحانات البكالوريا لهذه السنة. هذا العام نايضة تقنيات جديدة لفن النقلة. كيفاش هاد الناس بغاو يطوروا ويرفعوا من مستوى التعليم؟ واش الامتحان مع 9 الصباح مليوح في الفيسبوك؟ هاد الشيء اللي نكرو السي الوزير وقال بان هاد الهضره ما كايناش. ما يمكن. اوكي متفقين، يمكن ما عندوش فيسبوك، ما شافش هاد الشيء هذا. من هذا المنبر انا كنوجه وكنعطي بعض النصائح للناس والاساتذه اللي كيحضيو التلاميذ في المدارس في امتحان البكالوريا، قليله ولكن مفيده للصحه. حتى هما يحاولوا يطوروا شويه من وسائل التقلاب ديالهم. راه كاين ميغنات في وسائل جديده، كاين ميغنات، كاين يحاولوا يقلبوا تحت القيماط، لا كاينين شي باطاش ديال الفرماج فيهم شي شويه شي تحارز زويونين صغيورين غزيولين. شوفوا الكمام ديال لي شوميز، وحده وبع هذاك اللي كيدور في عينيه بزاف في القسم وكيعرق غير بوحدو، هذاك كيقلب على شي حاجه. هادو نصائح شويه صغار وقلال. اما الخبر الثاني ديالنا سيادنا غادي يكون من الخبر اللي فجروا وزير التعليم العالي وتكوين الاطر. 800 مليون سنتيم بلاتي. هذه راه ماشي منح دراسيه للطلبه عطاوهم للطلبه باش يتعاونوا معاهم، هذه راه فلوس خسرات غير على الورد في عهد الوزير السابق. ورومانسي هذا الوزير هذا، والله الا رومانسي. خاسر 800 مليون على الورد، خاصو غير شميعات ونجوم الليل وحنا في شي فيلم مكسيكي. واش هذه وزاره ولا حديقه؟ ومالو فلوس لقاها موجوده، يخسر مع راسو. مرات واحد الكولونيل شدوها لانها قال لك كتاجر في البنات، اي باترونه. هذا كيف ما جا في الخبر ديال هسبريس، عادي ما كاينش المشكل. غدا تسمع تم اطلاق سراحها لانها مسكينه غير مظلومه، كيف ما وقع في قضيه ديال دوك الجوج اللي سلخوا ضابط الشرطه. عادي سلخوه، هو كلا العصا وهما راهم كيدوروا وعايشين حياتهم. دراسه قالت بان المغرب خدا الرتبه 54 من بين اكثر الدول امنا وسلاما في العالم. والله ما فهمنا شي حاجه، لانهم اللي كانوا 54 من حيث الامن والسلام في العالم على هذا الحساب. هذيك مداوله واخطر المجرمين اللي كيديروا لينا كيهضروا فيها على شي مغرب اخر ماشي ديالنا. ولا يمكن خداو في هذه الدراسه هذه غير كاليفورنيا في كازا، وخداو طريق الزعير في الرباط، ونساو شي دروبه اللي حنا كنعرفوه جميع. والكريساج اللي كنشوفوه حنا واللي كنتعرضوا ليه كل نهار ما خداوش بعين الاعتبار. ولكن كتبقى الرتبه 54 زوينه. دائما وطنيا النقابات ديال الطاكسيات
بسبب هذه الزياده ديال المحروقات قرروا انهم يزيدوا في الطريف ديالهم حتى هما. ومصيبه ما الى مصيبه. وغدا الطوبيسات تا هما ينوضوا لك يزيدوا تا هما، وعلى هذا الحساب غنقلبوها كريويلات وصافي. اش غنديروا؟ سيدنا خارجيا بن علي تزادت ليه 20 عام اخرى ديال الحبس، وبعد احسن من 73 عام. واحد 10 سنين ماشي مشكل يدوزها ويخرج، الا لقاو كيفاش يجيبوه بعدا. اما فلوسه في المغرب بح، غير يقول لهم باي باي يا شيري باي باي، لان الحكومه ديالنا سمحت القضاء التونسي باش يحقق في الممتلكات ديالو في المغرب. والدس ودا بن علي. سيادنا غادي نختموا مع المجال الرياضي، وغادي نبداو مع كيريتس والمشاكل ديال كيريتس وشنو علاقته بالجامعه ومن يحميه في المغرب. كيريتس هاد الايام هادي غادي يمشي السعوديه كمشرف على المنتخب الاولمبي اللي غيدخل المنافسات ديال كاس العرب اللي غتقام بالسعوديه. والله ما فهمنا شي حاجه، انا ما بقيتش فاهم والو. انا واش حنا هو شرف لينا تاع المنتخب الكبير اللي جوج تعادلات كياخذهم غير بزز، يشرف لينا على الكبير يقادو عاد نصيفطوه يشرف على الصغير. هذا الملف ديال كيريتس انا ما بقيتش فاهم فيه والو. كاين شي مشكل، كاينه شي ان تما خصنا نعرفوها. هذه اخبارنا سيادنا لهذا الاسبوع، وحنا كما العاده كنضربوا لكم موعد الاسبوع القادم دائما على موقع مونبيستوف. السلام عليكم.